السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل فكرة حلوة بلفة جلاش متقطعة عندك. مش كل ما لفة الجلاش هتتقطع هتروحي تعملي بيها ام علي، لا، هنعمل النهاردة فكرة حلوة وحلوة بصراحة، وانا جربتها وبتمنى كمان انك انتي تجربيها. معايا لفة جلاش، بفتحها لقيتها بصراحة متقطعة، مش مستحملة ان انا الفها او احطها في الصينية بالشكل ده كده اللي انت شايفاه اهو. هنعمل لها ايه؟ هنلفها رول زي ما انت شايفة كده، وهبدأ اقطعها بالشكل اللي انت شايفاه ده. فكرة حلوة وبسيطة وطلعت بصراحة ممتازة. هقطعها بالشكل ده اهو، واحطها في طبق بالشكل ده. وتعالي نعمل الصوص بتاعنا. هنا عندي بايركس دهنته زيت او سمنة المتاح عندك او اللي انت حباه، وهركنه. هنا بيضة، رشة من الفلفل الأسود، رشة من الملح بسيطة، وهبدأ إن أنا أقلب البيضة كده. هنزل عليهم بنص كوباية من اللبن بالشكل ده أهو، وأقلب. معايا كمان علبة زبادي أهو، هضيف لهم معلقة من السمنة وأقلب كويس. معايا كمان ربع معلقة صغيرة من بيكنج باودر. هعمل بقى الحشوة بتاعتي، الحشوة اللي انت عايزاها. هنا هنعمل ميكس جبن مع زيتون وفلفل ألوان. ممكن بقى تحطي انتي لحمة مفرومة، ممكن تعملي فراخ، ممكن تعمليها كمان بالسجق او البسطرمة او المدخن المتاح عندك او اللي انتي حباه هتحشي بيه. ضفت هنا الفلفل الالوان والزيتون والجبنة. عندي كمان جبنة تركي، جبنة مثلثات. كملت دهن البايركس بتاعي، وهنزل بنص كمية ورقة الجلاش بالشكل ده اهو، وابدأ اضغط عليهم ضغطة كتيرة عشان تبقى كلها قطعة واحدة بالشكل ده كده. هحط بقى الحشوة بتاعتي واوزعها بالشكل ده. وزعت الحشوة، هبدأ انزل بقى بنص الكمية التاني واضغط عليهم ضغطة خفيفة. لو وصلت لحد هنا ومشتركتيش في القناة ياريت تشتركي وتفعلي الجرس، شير ولايك عشان يوصلك مني كل جديد. بالشكل ده وزعته حبايبي. هبدأ بقى احط لها الصوص اللي احنا عملناه، اللي هو كان عبارة عن ايه؟ بيضة، نص كوباية من اللبن، علبة زبادي، معلقة سمنة. خليها كده تغرق في الصوص ده، وبالسكينة كده هديها كده علامات علشان تنزل التشريبة بتاعتي لحد تحت بالشكل ده. من فوق الوش بقى هحط لها ايه؟ شوية جبنة موتزاريلا، شوية جبنة تركي اللي انت حباه. هكون مولعة الفرن بتاعي على درجة 200، مش هتقعد اكتر من تلت ساعة. بالشكل ده كده هدخلها الفرن، مش هتقعد اكتر من تلت ساعة. طلعنا هنا الفطيرة، ايه رأيكم في شكلها؟ ولا اروع حاجة كده، اللهم بارك. تقدري بقى تحطي الحشوات اللي انت عايزاها، وسهلة وبسيطة اوي في تحضيرها، ما خدتش مننا غير دقايق. ايه رأيك بقى في الجمال ده؟
شايفين؟ هنا كانت سخنة بس أنا حبيت برضو أوريكم منها حتة. شايفين الجمال وطعمها ولا أروع. تقدري بقى إيه تحطي فيها الحشوات اللي انت عايزاها، سهلة وبسيطة وفي دقايق تكوني محضراها. إن عجبتك الفطيرة متنسينيش في اللايك والشير، وأقول لكم إيه، السلام عليكم.